السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم السيرة النبوية بالدارجة. الحلقة اليوم إن شاء الله غادي نخصوها ولادة النبي عليه الصلاة والسلام والطفولة ديالو. تولد النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم الاثنين 12 ربيع الأول في شعاب بني هاشم، واحد الحي في مكة المكرمة، عام الفيل، بعد 50 يوم من حادثة هدم الكعبة. القبيلة اللي ولدت النبي عليه الصلاة والسلام سميتها الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف. ملي تولد النبي عليه الصلاة والسلام رسلات أمينة بنت وهب للجد ديالو عبد المطلب، فجاء أخذاه ودخل به الكعبة وسماه محمد. والاسم ديال محمد ما كانش معروف في العرب ديك الوقت. وأول من ردع النبي عليه الصلاة والسلام هي تويبة الجارية ديال أبو لهب، وردعت حتى حمزة بن عبد المطلب اللي هو ولد عمه واخوه في الرضاعه في نفس الوقت. كانت عدد العرب اللي كيسكنوا في المدينه الا تزاد شي واحد كيصيفطوه العروبيه باش يبعد من الامراض ويكتسب المناعه ويشد اللغه العربيه مزيان. النبي عليه الصلاه والسلام مشى لبني سعد عند حليمه بنت ابي ذؤيب اللي كانت كتسمى بحليمه السعديه، والزوج ديالها الحارث اللي كان كيتلقب بابي كبشه. خوت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة من حليمة هم عبد الله بن الحارث، ونيسة بنت الحارث، جنامة بنت الحارث اللي كانت كتسمى بالشيماء. وحليمة السعدية ردعت حتى أبو سفيان ولد عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي غيولي أشد الأعداء ديالو ملي غيولي نبي. وردعته أم أيمن اللي غادي تكون الحاضنة ديالو من بعد وفاة الأم ديالو آمنة بنت وهب حتى غيولي شاب. رجعوا للحليمة السعدية اللي كتروي قصتها كيفاش حتى خطات النبي عليه الصلاة والسلام تردعوا. كانوا النساء جايين من بني سعد لمكة المكرمة باش ياخذوا الأطفال اللي غادي يردعوهم مقابل واحد العائد مادي. وهذاك العام كان الجفاف، وكتحكي حليمة السعدية على أن الثدي ديالها ما كانش فيه الحليب الكافي حتى لولدها. وملي كانوا جايين جاو دخلوا المكة كيقلبوا على الأطفال اللي غادي يردعوهم، وكانت أي وحدة منهم ملي كيتعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كتبغي تاخذه، خصوصا ملي كيعرفوا انه يتيم، اذا ما غيكونش يخلص مزيان. حليمة السعدية بقات كدور على الاطفال ما لقاتش شكون غادي يدي، وملي غادي راجعين قالت الراجل لا شوف انا ما غاديش نرجع بيدي خاويين، غادي ندي معايا داك اليتيم. فقال لها الحارث مزيان والله يجعل لنا فيه البركه. كتحكي حليمة السعدية ان ملي عطات النبي عليه الصلاة والسلام يرضع واحد الحليب ما عرفاتوش منين جا، رضع النبي عليه الصلاة والسلام وشبع، ورضع الاخ ديالو وشبع. ملي مشات حليمة السعدية لبني سعد ولات كتمشي كترعي الغنم ديالها، واخا كاين الجفاف كيرجعوا الاغنام ديالها شبعانين وفيهم الحليب، حتى انها تشهرات في بني سعد ولاو كيقولوا لهم رعاو الاغنام ديالكم فين كترعى حليمة السعدية الاغنام ديالها. ملي وصل النبي عليه الصلاة والسلام لسنتين بغات ترجعوا حليمة السعدية الام ديالو امينة بنت وهب، لكن كانت ما بغاتش داك الخير ينقطع، وقالت ليها كون غير خليتي عندي، قالت ليه صافي ماشي مشكل، نيت انا راه خايفه عليه من الامراض. ملي دار النبي عليه الصلاه والسلام 4 سنوات ولا 5 سنوات وقعت ليه حادثه شق الصدر. جا جبريل عليه السلام، النبي عليه الصلاه والسلام كان كيلعب مع الاطفال، جا جبريل عليه السلام وفتح القلب ديال النبي عليه الصلاه والسلام وجبد واحد العلاقه، وقال لي هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل ليه بماء ديال زمزم وسد ليه القلب ديالو. فالدراري تخلعوا مشاو عند حليمه وقالوا لها اجي راه محمد راه تقتل. فهم خارجين كيقلبوا عليه وجا النبي عليه الصلاه والسلام وجه مخطوف. حليمه السعديه تخلعات عليه وهي ترجعوا للام ديالو. ملي دار النبي عليه الصلاه والسلام 6 سنوات جات الذكرى ديال وفاه الاب ديالو عبد الله بن عبد المطلب، فقررت امينه بنت وهب انهم يمشيو يزوروه في المدينه اللي كان سميتها هذيك الساعه يثرب. مشات هي والنبي عليه الصلاه والسلام زاروه وبقاو تماك شهر، ومن بعد فاش كانوا راجعين مرضات امينه بنت وهب وماتت في واحد البلاصه سميتها الابواء ودفنات تماك. رجع به جدو عبد المطلب وتكفل به ورعاه، وكان كيعاملو اكثر من الابناء ديالو، الا ان ملي دار النبي عليه الصلاه والسلام 8 سنوات غادي يموت الجد ديالو وغادي يدوز الكفاله لعمو ابو طالب اللي هو بدوره تا هو تكفل به احسن كفاله. واحد النهار ابو طالب كان خارج للشام باش يتاج، فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام خاصك ديني معاك، ما عنديش عاد من غمقانا. فقرر انه يديه معاه. وملي وصلوا لواحد البلاصه سميتها
بوصرة خرج لهم واحد الراهب من تماك سميتو بحيرة. رغم انهم كانوا كيدوزوا دائما محداه، عمرو دار معاهم هذا الشيء الا في هذه المره. ملي سولوا علاش قال لهم هذا سيد العالمين. قال لي ابو طالب باش عرفتيها نتايا؟ قال لهم ملي كنتو جايين بان لي الحجر والشجر كيسجدوا، والحجر والشجر ما كيسجدوا الا النبي عليه الصلاه والسلام كان كيرعى الغنم، رعاهم في بني سعد ورعاهم حتى في مكه مقابل واحد الثمن قليل. ولما كانت عنده 25 عام خرج يتاجر للشام في المال ديال خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. كانت حجرتها ثقيله في قبيله قريش بمالها وبالنسب ديالها. خديجه رضي الله عنها كانت كتكلف الرجال انهم يتاجروا في المال ديالها مقابل واحد النصيب كتعطيه لهم. فمشى النبي عليه الصلاه والسلام للشام هو والخادم ديالها اللي سميتو ميسره. شاف في هذه الرحله اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، كيفاش كان كيتصرف مع الناس، كيفاش كان كيتاجر بالصدق والامانه ومكارم الاخلاق. ومن رجع قال هذا الشيء كامل لخديجه رضي الله عنها. عاودت هذا الشيء لواحد الصديقه ديالها مقربه اللي سميتها نفيسه. مشات نفيسه الى النبي عليه الصلاه والسلام وعرضت عليه انه يتزوج بخديجه. قبل النبي عليه الصلاه والسلام ودا معاه عمامه وخطبوها من عند عمها. وكانت واحد قصة الحب ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة رضي الله عنها، واحد القصة عجيبة، خصوصا أنها هي اللي ولدت ليه تقريبا كاع الأبناء ديالو باستثناء إبراهيم الابن ديالو اللي ولدوا النبي عليه الصلاة والسلام مع ماريا القبطية. فهي ولدت ليه القاسم، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كيتلقب بأبي القاسم. ولدت ليه عبد الله ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. أبناء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ماتوا قبل من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة اللي غادي يتزوج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوجش على خديجة رضي الله عنها حتى ماتت، وكان ديك الساعة عندها 40 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 25 سنة. واحد الحديث آخر وقع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حادثة التحكيم. كانت الكعبة دخلوا لها شي شفاره وخذوا منها الكنوز اللي كانوا تماك، وكانت راب لها واحد القنج. فاتفقوا قبائل قريش على انهم غادي يصلحوها، فكل قبيله تكلفت على انها غادي تصلح واحد الجانب. لكن فجاو يوضعوا الحجر الاسود، كل قبيله بغات هي تكون عندها الشرف انها تحط الحجر الاسود. فوقع بيناتهم خلاف كبير حتى انه كانت غادي تنوض الحرب بيناتهم. هذا واحد منهم سميتو ابا اميه بن المغيره المخزومي، وقال لهم شوفوا اول واحد غادي يدخل علينا وهو اللي غادي نحكموه. فبقاو كيتسناو وما يدخل الا النبي عليه الصلاه والسلام. وعاودوا ليه القصه وقال لهم شوفوا جيبوا لي واحد الرداء ونحطوا فيه الحجر الاسود، وكل رئيس قبيله غادي يشد من قنج وحتى نوصلوا الحجر الاسود لبلاصتو. داكشي اللي كان. ملي وصلوا النبي عليه الصلاه والسلام هز الحجر الاسود بيديه الكريمتين وحطه في المكان ديالو. هنا غادي تكون سالات الحلقه ديالنا. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نهضروا فيها على بدايه نزول الوحي. قبل ما نختم هذه الحلقه كلكم كتعرفوا اننا كنمروا في واحد الازمه اللي هو فيروس كورونا. الله يجازيكم بخير. بقاو في الدار وتبعوا التعليمات اللي كتعطينا الجهات المسؤوله ونبقاو في الدار.